مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. بلاغ مفاجئ عن الساعة الإضافية بالمغرب، خبر عاجل عن الملك محمد السادس. قبل الخوض في تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي يصلكم دائما كل جديد. قناة أخبار مغربية، إليكم التفاصيل. مع اقتراب شهر رمضان يتجه المغرب لعودة التوقيت القانوني، حيث تقرر العودة إلى الساعة العادية يوم الأحد 15 من فبراير 2026 في خطوة ترافق الاستعدادات الزمنية والتنظيمية المرتبطة بالشهر الفضيل. وبحسب الإجراء المعتمد سنويا، سيتم حذف الساعة الإضافية عند الساعة 3 صباحا من التاريخ المذكور، وذلك أياما قليلة قبل الموعد المتوقع لبداية الصيام، وبهدف هذا التغيير إلى تيسير تنظيم الحياة اليومية، خاصة أوقات العمل والعبادات، بما ينسجم مع خصوصية مواعيد الإفطار والسحور. واعتمادا على الحسابات الفلكية، يرجح أن يكون أول أيام رمضان لسنة 2026 هو الخميس 19 فبراير داخل المملكة، مع بقاء القرار النهائي رهينا بثبوت رؤية الهلال من طرف الجهات المختصة. وفي حال كان شهر شعبان من 29 يوما، ستقام أولى صلوات التراويح مساء الأربعاء، بينما سيؤدي استكماله 30 يوما إلى تأخير دخول رمضان إلى يوم الجمعة 20 فبراير. وفي انتظار البلاغ الرسمي الذي سيحدد التاريخ الدقيق، يعيش المغاربة على وقع الاستعدادات لهذه المناسبة الدينية التي تمتزج فيها الأجواء الروحية بقيم التضامن والتقارب الاجتماعي. أعطى الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تعليماته السامية للقوات المسلحة الملكية للتدخل الفوري، وذلك عبر تعبئة مجموعة من الموارد البشرية واللوجستية. وتأتي هذه التعليمات الملكية على إثر سوء الأحوال الجوية التي تعرفها المملكة هذه الأيام في ظل التساقطات المطرية الكثيفة بعدد من المناطق المغربية. وذكر البلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه تم في هذا الإطار، وبتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، نشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته.